طيب بعد خروج نادي الزمالك كده من كل بطولاته السنة دي، خرج من الكونفدرالية، خرج من المنافسة على المركز التاني طبعًا اللي تأهّله لبطولة أفريقيا السنة الجاية، عنده نهائي الكاس ماتش صعب جدًا مع بيراميدز، فأعتقد إن الزمالك فقد الأمل في كل البطولات السنة دي. الحل هو دلوقتي إن الزمالك يجيب مدرب مصري معروف، مدرب كويس يكون مأدي كويس الفترة الأخيرة في الدوري المصري، وليكن طبعًا الكابتن طارق مصطفى باشوف إن هو أفضل واحد موجود دلوقتي، راجل يدّوا له فرصته، راجل مصري عارف الكرة المصرية، مش جاي لسه هيستكشف ويشوف اللعيبة. المدرب الأجنبي دلوقتي مش هيبقى وقته خالص يا جماعة، الزمالك ولا إمكانياته يقدر يجيب مدرب أجنبي، ولا ظروف الفريق دلوقتي تقدر تتأقلم مع مدرب أجنبي. أعتقد مدرب مصري يكون شخصيته كويسة، يكون مدرب كويس أثبت نفسه الفترة اللي فاتت، عنده طموح يقدر يحققه مع نادي الزمالك. ده أفضل حاجة يقدر يعملها دلوقتي نادي الزمالك. حتى اللعيبة اللي يقدر يجيبها، يجيب لعيبة كواليتي معقول، حتى اللعيبة الأجانب زي ما جاب ميدو كده، صلاح مصدق وأحمد الجفالي، هي دي اللعيبة اللي تنفع نادي الزمالك الفترة دي. هي دي إمكانية نادي الزمالك، ما نجيبش مدرب أجنبي ما نقدرش نديله فلوس دلوقتي ويجي يرفع علينا قواضي ويعمل لنا مشاكل كتير ووقف قيد وغيره، زي ما احنا عندنا دلوقتي وقف قيد.